كيف ما قلنا على ان هذه الجريمه هذه راه بوحدها. شفنا بزاف ديال المواقع المحليه ديال مدينه بن حمد هضروا على واحد القضيه، وهذا الشيء صراحه شفتوه. هضروا قالوا باللي الجاني خرج الكبد ديال الضحيه وداه شواه وكلاه. هذا ما يروج. هاد الهضره هذه متابعي الكرام كتروج بقوه عند الناس ديال بن حمد. واش هاد الشيء هذا صحيح ولا ماشي صحيح الله اعلم. المهم هذا كلام كيتقال حتى في المواقع ديال التواصل الاجتماعي. وانا سولوني بزاف الناس، سولوني كنكون غادي في الطريق الناس كيوقفوا معايا كيقولوا لي واش بصح هاد المجنون هذا دار هذا الفعل، شد الكبده ديال السيد وداها وشواها وكلاها. هذا ماشي بشر عادي، هذا راه فاق الجنون. وانا عندي واحد القصه متابعي الكرام ما زلت استحضرها، على ما اظن وقعت يا اما في سنه 2017 او سنه 2018، وهضرات عليها الصحافه بواحد الشكل كبير. واحد الوليد جا مسكين من المدرسه، الوليد مازال باقي صغير في العمر ديالو، تقريبا هذيك 10 سنوات 11 سنه. هو موالف مني كيجي كيلعب كيحط الشكاره ديالو عند والديه وكيمشي كيخرج كيلعب. هذا حتى هو خطا كبير. الاباء ما كينتبهوش للاولاد ديالهم، جا له الشكاره خرج كيلعب. مهم راه والديه راه مشى للزنقه كيلعب. الولد اش دار؟ بقى كيدور هنا كيدور هنا كيدور هنا كيدور هنا اللي حتى غادي مشى لواحد الخلا. هاد الخلا جا قريب لهاد الحي السكني، وسمعونا اش غادي يوقع. الوليد تماك بدا كيلعب تمايا في هاد الخلا، وهو يتصادف بواحد المجنون، واحد المختل العقلي. تبع الدري شدو داه تكرفس عليه، بعد ذلك شدو ذبحو. بعد ذلك خرج الاحشاء ديالو ومشى للكبد ومشى للقلب وكلاهم. هذه كاينه متابعي الكرام، وهضرات عليها الصحافه بواحد الشكل كبير. هذه الجريمه اللي كانت جريمه جد بشعه. هذه الجريمه دي كتفكرني بهذه القضيه ديال بن حمد. الا كانت هذه الهضره بالفعل صحيحه، وهذه كتروج بواحد الشكل كبير باللي هو شد الكبده ديال السيد وشدها وداها شواها وكلاها. يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وحتى الناس ديال بن حمد دابا راه حتى الساعه متفرقين. كاين اللي كيقول ماشي مجنون، ما مسطيش، راه بعقله، راه هو عارف اش كيدير، غير هو صاب الراحه ديالو في الهبال. بالنسبه ليه انه كيتكرفس على عباد الله، كيفرض السيطره ديالو، كيفرض القباحه ديالو، حتى شي واحد ما كيتكلم معاه وكلشي كيخاف منه. وللاشاره راه عليه تقريبا 60 شكايه، الناس مشكيه بيه، وراه كيمشي كيهرس الطوموبيلات، كيتكرفس على عباد الله، كيتبع العيالات، كيمشي مسيطر على هذاك المكان ديال الوضوء تابع المسجد، هو تابع غير واحد الجمعيه. وكان هاد خينا هذا كان احد المساهمين في بناء هاد المراحيض اللي تابعين للمسجد، اماكن ديال الوضوء، كان احد المساهمين في البناء ديالو، وهو عنده السوارت ديالو، عنده كل شيء، هو اللي كان كيقوم بالاماكن ديال الوضوء. حتى على ان هو مني كان عنيف وكان كيضرب الناس، وكان بعض خطرات ما كيخليش الناس ما يتوضاو. جا واحد السيد بدا كيصور فيه. وشوف هنا الا رجعتوا الفيديو غتعرفوا هاد خينا هذا راه واحد اللقطه ربما الناس راه ما انتبهوش ليها. الا رجعتوا هذا الفيديو هذا راه منتشر في الساحه ديال في المكان ديال الوضوء، كاين واحد الكلمه قالها هذا المختل او تخينا قالها، ولكن هنا كتثير واحد العلامه ديال الاستفهام، واش هو مجنون ولا ماشي مجنون؟ ما علينا. شي واحد بدا كيصور فيه، بدا كيتلفظ بشي الفاظ نابيه، هز واحد البيدو ديال الماء، فزعو،
شويه جاعنا تخينا هذا اللي كيصور فيه، قال لي ما عندكش الحق تصورني، وبغى يقلع عليه التليفون. قال لي ما عندكش الحق باش تصورني. الانسان كيقول لك الهضره هذه واش هذا حمق؟ عارف ما له ما عليه، عارف القانون كيفاش داير. قال لي ما عندكش الحق تصورني، وكيتكلم او كيتلفظ بالفاظ نابيه. استسمح بواحد المعلومه بغيت نصححها. هاد السيد كنت قلت في واحد الفيديو بلي ما مجوجش، لا بالعكس، هاد السيد مجوج وعنده جوج ديال الوليدات، عنده بنت وعنده ولد. وهو مني عنيف وكيتكرفس على الناس والسيد ماشي هو هذاك قبيح. الزوجه ديالو هزات وليداتها وهربات. الزوجه ديالو الناس ما عرفوهاش فينا هي. انا شفت بعض التعليقات الناس كيقولوا ياك ما هاد خينا هذا مسخوط غادي يكون قتل مراته وقتل ولده وقتل بنته، ياك ما يديرها، راه ممكن يديرها. الناس كيقولوا في التعليقات، انا شفت تعليقات الناس كيقولوا راه خاصهم يشوفوا السيد ياك ما قاتل وياك ما داير من قبل شي جريمه، والناس ما سايقينش الخبار. ربما شي واحد في بن حمد اختفى، ما بقاش بان لي الاثار ديالو، ربما يكون هو من وراء هاد الجريمه، الله اعلم. الناس انا كنشوف التعليقات ديال الناس، خاصهم يشوفوا هاد السيد هذا ياك ما مرتكب جرائم اخرى. لان واحد كيرتكب بحال هاد الجريمه، حنا مازال زي جايين غادي نهضروا على هاد القضيه هادي بهاد الطريقه. شد السيد ماشي قطعوه، تكرفس عليه بواحد الطريقه لا اله الا الله محمد رسول الله. وانا غادي نعطيكم واحد القضيه. المخ ديال الضحيه لقاوه في الطواليط ديال، او في الروكار ديال، لقاوه في الروكار ديال الطواليط ديال او تابع للمسجد. البوليس مشاو وعاود عاوتاني رجعوا وعاود عاوتاني حفروا وعاود عاوتاني قلبوا، شوفوا شحال ديال التماره ضربوا. ويصعب هذه القضيه ديال البحث على الاجزاء ديال الضحيه، راه هو هذا المسخوط هذا، هو دخينا ما بغاش يعترف والو، ساكت. هما كيسولوا في جهه وهو كيقول لهم هضره في جهه، ما بغاش يعترف لهم نهائيا. عياو معاه وما بغاش يقول لهم فين درتي الجثه، اش درتي للسيد، ما بغاش يقول لهم، ساكت. هما كيهضروا معاه في قنت، هو كيجاوبهم في قنت. غادي نعطيكم واحد المقال متابعي الكرام بخصوص هذه القضيه المروعه، هذه الجريمه اللي ارتكبها هذا السفاح. المقال جاي من جريده الصباح، كيقول: تمكنت العناصر ديال الشرطه العلميه المدعومه بعناصر الفرقه السينو تقنيه زوال امس الثلاثاء تجي البارح من العثور على كافه اجزاء جثه الضحيه، يعني الاجزاء ديالو كلهم لقوهم، والتي عثر على اشلائها بمرحاض المسجد الاعظم ببن حمد اقليم سطات، وذلك بمصب المياه العادمه لبن حمد. مشاو للمصب اللي فين كيصب واد الحار تما. شوف شحال ديال التماره، الله يحسن العون. راه البوليس راه ضربوا واحد التماره كبيره. مشاو للمصب وبقاو كيقلبوا تما، كيقلبوا حتى لقاو اجزاء اخرى ديال الضحيه. بعد الاستعانه بالكلاب المدربه، وكشفت مصادر متطابقه ان الاستعانه بالفرقه سينو تقنيه بالرباط ونجاحها في العثور على جميع اجزاء الجثه جاء بعد فشل المحققين في الحصول على معطيات من المشتبه فيه الأول. هادشي اللي قلت لكم. بعدما ظل متشبتا بالإنكار طيلة أول أمس الاثنين رغم عثور عناصر الشرطة القضائية بحوزته على سكين يعني فيه الدم يشتبه فيه على أنها هي الأداة اللي استعملت في الجريمة. هذاك الموس بطبيعة الحال غادي يمشي الخبرة، بالإضافة إلى وجود بقع دم أخرى كانت في اللباس ديالو، لكنه ظل صائما عن الكلام، ما عقد
من مأمورية العناصر الأمنية في الوصول إلى باقي أعضاء جسم الضحية، سيما الأطراف والرأس الذي يرجح أنه كسره بعدما جرى العثور على المخ بالمرحاض وعظام ولحوم بشرية. غادي نوقفوا هنا. القضية ديال الرأس ما لقاوش كامل. كاين بعض المعطيات كتشير على أن لقاو شي بقايا ديال الرأس. فين لقاوهم حدا المدرسة اللي جا واحد البلاغ الأمن باللي شي ناس تما أو واحد التلميذة شمات واحد الرائحة كريهة. بالفعل كذلك الحرارة اللي كانت يوم الاثنين كانت واحد الحرارة مرتفعة، هادشي اللي خلى بأن هذوك الأطراف اللي كانوا مليوحين تما عطاو الريحة. مشاو البوليس تما قلبوا بالفعل لقاو بعض الأعضاء ولقاو شي أجزاء كترجع إلى الرأس. قضية أنه لقاو هذاك يعني في المرحاض، هذا يرجح على أن حتى الرأس تعرض إلى الكسر، شدو وهشم الرأس بطريقة مروعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأكدت المصادر ذاتها أن الشرطة تمكنت أول أمس الاثنين من عثور على أمعاء الضحية مرمية بمنطقة خلاء مغطاة بالكلاء، إذ عمد الجاني إلى إتلاف باقي أطراف الضحية لتعقيد مهمة العناصر الأمنية في الوصول إلى هويته. ودابا بيناتنا متابعي الكرام، واش هذا غادي يكون مسطي؟ راه هادشي هذا هو اللي هضرت عليه من قبل. الطريقة ديال الجريمة اللي تنفذات استدرج الضحية حتى المرحاض، دخلوا تما، وكاين واحد الاحتمال كبير بلي المرحاض هو المسرح ديال الجريمة، وشدوا وقطعوا ودار اللي دار وسلق اللحم على العظم ما خلى ما دار، وعرف كيفاش يتخلص من الجثة، وكذلك وعرف كيفاش يتخلص من الجثة، بالإضافة على أنه حتى الرأس ديالو تم الإتلاف ديالو على آخره باش تعقد القضية ديال البحث، وباش البوليس ما يعرفوش الهوية ديال الضحية شكون هو. شوفوا كيفاش خطط وكيفاش نفذ. واش هذا غادي يكون مسطي؟ راه هادشي هذا هو اللي حيرنا حنا. المسطي كيقتل وكيخلي صافي، كيخليه وكيمشي كيبقى دايع، بحال ما شفنا واحد الحمق او واحد المختل العقلي كان غادي في الشارع العام، واحد البنت مسكينه غادا كتلعب مع ماماها، مشى كيجري يهز البنت، شداوي ويذبحها، ولا حاوتم غادي هربان، شدو غير شي ناس هما اللي شدوه. وعادت الفرقة المكلفة بالتحريات إلى سجل الأمن الوطني أو الدرك الملكي الخاص بالبحث عن المتغيبين. يعني هنا البوليس بداو كيبحثوا باش يعرفوا الهوية ديال السيد شكون هو، بداو كيبحثوا في المحاضر ديال المتغيبين لفائدة العائلة، لكنها لم تعثر على معطيات بإمكانها تسهيل مأمورية التعرف على الضحية، ما جعلها تستعين بمعطيات أخرى، وتوصلت إلى غياب مواطن عن عائلته. وكان دائم الخصام مع المشتبه فيه حول استغلال مراحيض المسجد وحرمان المواطنين من استعمالها، ما زاد من شبهة توجيه أصابع الاتهام إلى المشتبه فيه الرئيسي. وأكدت المصادر ذاتها لجريدة الصباح استغلال المشتبه فيه الرئيسي لجزء من مراحيض المسجد الأعظم بعاصمة الشاوية وسيطرته عليها، ما حولها إلى مرتع للعديد من الممنوعات وبيئة خصبة لقتل القطط والكلاب. راه هذا المجرم راه كان كيمشي للكلاب، كيمشي للمشاش، كيذبحهم وكيسلخهم وكيجيبهم لهاد المراحيض وكيلوحهم تما. وهاد القضيه هذه راه هضروا عليها الناس ديال بن حمد، كان كيتجول تما، كيدور تما، كيبان ليه شي مش، كيبان ليه شي كلب، كيمشي ليه كيذبحوه كيسلخوه. ما استنفر السلطه المحليه التي عملت على توجيهه الى المستشفى الاقليمي للامراض العقليه والنفسيه ببرشيد قبيل صلاه الظهر. هنا غادي نرجعوا الجريمه كيفاش تم الاكتشاف ديالها. قبيل صلاه الظهر من نهار الحد اللي فات، بتنسيق مع العناصر الأمنية التي وجدت صعوبة كبيرة في شل حركته وفتح باب المراحيض،
لانه هو ما بغاش يحل الناس المراحيض، وبقى تمايا حتى جاو البوليس دون ان تفطن الى الدماء على ثيابه، قبل ان يكتشف المصلون مع دنو صلاة العصر روائح كريهة تنبعث من المراحيض التي كان يستغلها المشتبه فيه الرئيسي، وجرى إشعار السلطة المحلية والعناصر الأمنية، وكانت النتيجة العثور على أشلاء بشرية داخل أكياس بلاستيكية وأجزاء أخرى مرمية بمجاري المياه العادمة، ما عجل بإحضار المشتبه فيه من المستشفى الرازي للأمراض العقلية واقتياده إلى مقر مفوضية الشرطة، لكنه ظل صامتا وصام عن الإدلاء بمعلومات، ما عقد من مأمورية البحث والتحري. وشهدت مراحيض المسجد الأعظم ببن حمد عصر الأحد الماضي حالة استنفار أمني بعد العثور على أشلاء بشرية، ما رجح فرضية جريمة قتل راح ضحيتها رجل. هاد السيد هذا الضحية واحد السيد معروف تما في بن حمد، الخدمة ديالو سمسار، كيبيع وكيشري في الطوموبيلات، السيد عادي، واحد السيد لا عمرها دار، واحد السيد محبوب عند الناس، واحد السيد مجوج بوليداتو بدارو، عادي جدا. حتى الناس اللي كيعرفوا هذا السيد هذا وكيقولوا هو صديق ديالنا، كان نهار السبت كان مريح معاهم عادي جدا، مريح معاهم، ما كاين مشكل، ما كاين والو. حتى غتجي واحد الفتره السيد اختفى، ما بقاش بان. هنا ناضوا شي شهود كيقولوا باللي السيد راه كان السبت بالليل مع المشتبه فيه، كان هو وياه، وقبل ما يوقع المشكل هادشي نهار السبت راه كان وقع واحد الخلاف، شي خصام بينه وبين هاد السيد هذا، وهاد المشتبه فيه حلف فيه، كيقول ليه والله الا خليتها فيك، والله الا خليتها فيك. هو كان خطير. واحد السيد كان خرج في واحد التصريح صحفي كيقول هو كانت عنده لا ليستا فيها الاسماء ديال الناس اللي كان غادي ينتقم منهم، هو كانت عنده لا ليستا، هو كان باغي يدوز واحد بواحد ينتقم منه. وربي سبحانه وتعالى او الحكمه الالهيه تدخلات باش يتم ايقاف هذا المجرم هذا. كل ما تم القبض عليه كان غادي يدير شي كارثه غادا تبقى متورخه في المغرب، كان غادي يدير كارثه عظمى، كارثه خطيره. هنا غادي نهضروا على القضيه ديال المختلين او الناس اللي عندهم اضطرابات نفسيه. شحال من جريمه كنسمعوا بها، شحال من جريمه. سمعنا بواحد الجريمه كانت وقعت بمدينه فاس. المراه كانت معروضه في واحد العرس، وخلات الراجل مع ولده ومع جوج بناته مازالين باقيين صغار. السيده مشات العرس، ما خلات ما دارت في العرس. المهم دوزت النهار ديالها، جات مع العشيه دخلات للدار حتى كتلقى ولدها وجوج بناتها مدبوحين بحال الخراف ذبحهم، والراجل راه داخل البيت وناعس ما مسوقش. تم الاعتقال هذا الشخص هذا، تفتح بحث قضائي في هذه القضيه، تبين في الاخر باللي هذا الشخص هذا كيعاني من اضطرابات نفسيه، دار هذه الجريمه، هذه الكارثه. زيد على ذلك واحد القضيه كنت تكلمت عليها، واحد المختل عقلي اش دار حتى هوايا، مشى قتل امو، قتل خوه، قتل مرات خوه، وقتل جوج ولاد خوه، شدو معلقهم. الاخطر في ذلك مشى هوايا مني جاو البوليس تما، جاو الجدرميه، دخلوا هما كيسكنوا في واحد الباديه، جاو الجدرميه دخلوا للدار، كلقاهم شدوهم وستفهم وغسلهم بالصابون والماء. هاد الجريمه معروفه، غسلهم بالصابون والماء، كيقول انا نظفتهم الذنوب، وما كيديروا الذنوب وانا نظفتهم. هاد الشخص هذا كان مجنون، كان مختل عقلي. زيد على ذلك جريمه وقعات بالنواحي ديال المدينه الجديده دكاله. واحد السيده مشات غير ضيفه عند واحد الناس،
بركات معاهم النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث. نتوما كتعرفوا الناس كيخرجوا كيمشيو، ها اللي كتمشي كتحلب البقار، ها اللي كتخرج كطيب الخبز، ها اللي الولاد كيخرجوا كيمشيو كيفلحوا. المهم هاد السيده هادي مسكينه بقات في الدار بوحدها، بقات مريحه في واحد البيت. اش غادي يوقع؟ غادي يدخل عليها واحد المختل عقلي. هاد المختل العقلي هو ولد واحد الناس، ولد واحد العائله قرابين شويه لهاد الدار هادي. حتى دخل السيده بوحدها مسكينه في الدار. جا هو هنا يهز واحد الهراوه، مشى للمراه مباشره وبقى كيضرب فيها، كيضرب. قتل السيده، ما لقاتش مسكينه اللي غادي يعتقها. الخطير في الامر اش دار من بعد؟ هزها ولاحها في البير. هو مشى قاضي مشى. جاو الناس، المراه فينا هي، كيلقاو غير الدم كتير. السيده فينا هي، اش وقع ليها؟ مشاو كيقلبوا تقريبا شي ساعتين وما كيقلبوا ما لقاوهاش. ناض واحد منهم قال لهم واش ديروا؟ قلبوا البير يكمل المراه غتكون تلاحت في شي بير ولا شي حاجه. مشاو قلبوا في واحد البير تابع ليهم، وما يلقاو السيده مليوحه في البير. جاو الجدرميه، شكون اللي قتل هاد السيده؟ ما شكون اللي قتل هاد السيده، غير واحد السيد كيسكن قراب هاد الناس، وكان هو سارح شي بهيمات بعيد. قال لهم انا راه شفت ولد فلان، راه بان ليا هو اللي دخل الدار بوحدو وكان هاز معاه واحد الهراوه، راه هو اللي بان ليا. وانايا كنت كنسرح في البهيم وكملت البهيم ديالي هبطتهم. مشاو كيقلبوا على هذا المختل العقلي، كيقلبوا على الجدرميه وما يلقاو في واحد البلاصه بهزال هاز الهراوه. غادي كيقلب على شي واحد اخر يقتلو حتى هو، والهراوه لقاو فيها الدم. مختل عقلي، كارثه. هاد المختلين العقليين اللي كنشوفوهم حنايا كيتساراو في الشوارع، كيتساراو في الاحياء، كاين في الديور ديال الناس. شحال من واحد مسكين كيشد ولدو، او كاين اللي كيشدوا باهم او كيشدوا امهم كيربطوها لانهم كيشوفوا خطر عليهم. كيقولوا لا طلقناها راه غدير لنا شي كارثه، او لا طلقنا خونا ولا غادي توقع شي كارثه. كيسولوهم الناس علاش ما ديتهمش السبيطار؟ واسيدي حنا راه عيينا، راه كنديو السبيطار، كيشدوا السبيطار غير نهار ولا يومين وكيعاودوا يرجعوا لينا عاوتاني. اش غنديروا؟ وغير مؤخرا حنا عندنا في الحي، عندنا حنا مؤخرا السيد او واحد الولد شد باه قتلو، ضربوه بزرواطه الراس قتلو. مختل عقلي. والمصيبه حتى هو كان في احد المستشفيات كان كيتعالج، خرج من المستشفى جا ما دازش على يومين قتل بواه. اذا هاد المختلين العقليين خاصهم حل. اذا هاد الجرائم اللي كيرتكبوها المختلين العقليين شكون المسؤول عليها؟ هذا هو السؤال. هاد الجرائم اللي كيرتكبوها المختلين العقليين شكون المسؤول عليها؟ هذا السؤال وكنتمنى تجاوبوا عليه. وكانت هذه النهاية ديال هذه الحلقة، وإلى حلقة أخرى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.